Hallo schön, hier ist Frau نورة. أهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة تعلم الألمانية مع نورة. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض الأفعال باللغة الألمانية، ومش بس هنعرف معنى الفعل ولكن هنعرف ازاي نصرفه. ايه ده هو بيتصرف؟ بيتصرف مع الضمائر الشخصية. لو انت لسه ما تعرفش ايه الضمائر الشخصية فانت محتاج ترجع 3 فيديو باك علشان تشوف ايه هي الضمائر الشخصية، ولكن خلينا بهزر معاك، خليك انا كده كده هراجعهم في الفيديو ده. طيب، في حاجة اسمها الضمائر الشخصية وهي اسمها بالألماني دي بيرسونال بخونومن. الضمائر الشخصية دي اللي هو أنا، أنت، هو، هي، نحن، أنتم. خلينا كده نراجعهم بسرعة في الألماني، وبعد كده هنشوف بقى الفعل بيتصرف معاهم ازاي، والأفعال بتنقسم في اللغة الألمانية ازاي برضه. طيب خلينا نقرأهم كده بسرعة. إيش يعني أنا، دو يعني انت، ايه يعني هو، زي يعني هي، اس يعني تستخدم للمحايد، فيا يعني نحن، ايه يعني زايد، زي واحدة منهم حضرتك والتانية هون. طيب لو انا بقولهم بسرعة فانا عشان شرحتهم قبل كده ومش حابة ان انا اضيع وقتك. طيب الافعال بقى بتنقسم عندي لافعال ضعيفة وافعال قوية. طيب الافعال الضعيفة دي هي اللي بتمشي على اللي انا بقوله لها. يعني ايه الكلام ده؟ هفهمك. بص دلوقتي ده طابلة يعني جدول. الجدول دوت جايبالك الفعل اللي عندي اسمه جيهن. يعني ايه جيهن يعني يذهب، يعني يذهب. جيهن معناه يذهب. حلو جدا. انا بقى ازاي اقول انا اذهب، انت تذهب، هو يذهب، هي تذهب، نحن سوف نذهب، انتم تذهبوا؟ يعني ازاي اقول دوا بقى بالالماني؟ هو ده بقى هدف الفيديو ده، هو ده اللي احنا هنتعلمه النهارده. هنعرف الاول نشيل ايه من الفعل. ادي الفعل اهو قدامي. اول حاجه بشيل الاي ان. طب خلينا كده متفقين ان اي فعل في اللغه الالمانيه بينتهي ب ان او ARN او AL. طب خليني اكتبهم كده هنا برضو. AN RARN زي ما انت شايف كده او كده او كده. 3 اشكال دول هو اللي بينتهي فيهم اي فعل في اللغه الالمانيه لحد ما نخلص الماني كله. خلينا طيب احنا في الصغير ده اللي اخره AN. المهم يعني كنت واقفه لحد فعل جاهن وبتقولنا هنشيل الاي ان. بالظبط كده، بتاخدهم وترميهم في الباسكت، ترميهم في الزباله، مش محتاجينهم خالص. وبنجيب اللي بيبقى ده بنسميه فيرب شتام. يعني ايه فيرب شتام؟ هو جذر الفعل. تمام. وبعمل ايه؟ بروح حاطه، بقول ايش جه واحط معاه تصريف. يعني مع ايش باخد ايه، فبقول ايش جه، ايش جه، Ich gehe مثلا zum Arzt. Ich gehe zum Arzt يعني أنا أذهب للطبيب. zum Arzt أنا بس عشان أعمل لك جملة، يعني أنا سوف أذهب إلى الطبيب. Ich gehe zum Arzt أنا أذهب إلى الطبيب. المهم يعني أنا دلوقتي فهمت يا فغاو إن أنتي بتقوليني إن مع كل ضمير شخصي بحط نهاية معينة. هل ده صحيح؟ بالظبط كده، الله ينور. مع إيش بحط إيه؟ مع دو بحط اس تي، مع ايا زي اس بحط تي، مع فيا بحط اي ان، مع ايا بحط تي، مع زي بحط اي ان. ممكن نكررهم تاني. ايش بتاخد ايه، ايش بتاخد ايه، دو بتاخد اس تي، دو بتاخد اس تي، ايا زي اس تاخد تي، ايا زي اس بتاخد تي، الله ينور. فيا يعني نحن بتاخد اي ان، يعني بتتكتب زي ما هي في المصدر من الاخر. ايا اللي هو انتم بتاخد تي. طيب زي حضرتك او زي هم بتاخد اي ان يعني في المصدر. طيب حلو قوي الكلام ده. ده الموضوع سهل قوي. طبعا الموضوع سهل جدا طالما بنتكلم عن الافعال الضعيفة. امال بقى الافعال القوية خطوة بخطوة هنفهم كل حاجة. خلينا دلوقتي نقرأ الفعل. Ich gehe, du gehst, er, sie, es geht,
Wir gehen. Wir gehen. Ihr geht. Ihr geht. Sie gehen. مرة كمان. Ich gehe zum Arzt. يعني أنا أذهب إلى الطبيب. Du gehst أنت تذهب. Ihr geht هو يذهب. Sie geht هي تذهب. Wir gehen نحن نذهب. Ihr geht أنتم تذهبوا. أنا بقول سوف بس في الكلام كده، لكن هي معناها يذهب صريحا. تمام. Sie gehen يعني هم يذهبوا أو حضرتك تذهب. وبكده أكون شرحت لكم أول فعل. تعالوا نشوف الفعل التاني، وده مثال بسيط جدا على اللي أنا لسه شرحاه فوق، مفيش أي تغيير. ده فعل ضعيف برضو اسمه machen يعني يفعل. machen يعني يفعل. المهم هنصرفه مع الضمائر الشخصية بتاعتنا. طيب أول خطوة هعملها إيه؟ هشيل ال an، يعني أنا دول هشيلهم. احنا ممكن نعمل بالهايلايت عليها كده. لا، عملت هايلايت كلها، الموضوع شكله مش هينجح. طيب المهم ان انا بشيل ال an اللي في الاخر، وبعمل ايه بقى؟ بصرفه مع الضمائر. يعني مع ايش بحط ايه؟ ich mache. اسمع وكرر ورايا. ich mache انا افعل. du machst انت تفعل. ihr macht هو يفعل. ihr macht. sie macht هي تفعل. sie macht. es macht. es بتستخدم للمحايد، أي لو أي كلمة أصلها أداتها بص فبعوض عنها ب es. طيب wir machen نحن نفعل. wir machen نحن نفعل. ihr macht أنتم تفعلوا. ihr macht أنتم تفعلوا. sie machen حضرتك تفعل. sie machen حضرتك تفعل. sie machen هم يفعلوا. يعني حضرتك تفعل أو هم يفعلوا. حضرتك أو هم. تمام. ودلوقتي برضو احنا عرفنا خلاص الأفعال الضعيفة بتتعامل ازاي. في بقى ملحوظة صغيرة بالنسبة للأفعال الضعيفة دي. هو احنا اتفقنا مع بعض أول ما بشوف فعل بعمل ايه؟ بشيل نهايته اللي هي ال an، صح؟ طيب لما بشيل ال an ده بيبقى اسمه جذر الفعل، الفيرب شتام. حلو جدا. لو جذر الفعل بقى ده انتهى ببعض حروف معينة، فاحنا بنغير حاجة صغيرة. يعني ايه الكلام ده؟ اهو يا سيدي بيقولك اذا انتهى جذر الفعل ب دي او تي او ام او ان، زي ما انت شايف كده، زي arbeiten. يعني arbeiten يعني يعمل. arbeiten يعني يعمل. المهم بقى لو لقيته فعل جذر الفعل منتهي بالحاجات دي، هعمل ايه؟ هاجي مع الضمائر الآتية اللي هي دو أنت، إيا أنتم، إيا هو، اس محايد تستخدم المحايد، زي هي، وبحط حرف الاي زيادة. يعني بحط النهاية زي ما أنا متعود عادي، ولكن بحط حرف الاي زيادة. طيب يا فراو، هو أنا ليه بعمل كده؟ أنا بعمل كده علشان أسهل النطق على نفسي. يعني القاعدة دي موجودة في اللغة الألمانية عشان تسهل النطق علينا. تمام؟ طيب انت لو كتبت مثلا، يعني هنشوف طب مع بعض على مهلنا. هنا بقى مديك حبة أمثلة، أنا مديك حبة أمثلة. لو انت شلت الاي ان هتلاقيه تنتهي بالحاجات دي بدي تي ام ان. طيب احنا هناخد فعل واحد بس هو اربايتن مع بعض، والباقي ده انا بقى عايزاك انت تجرب بعد ما اشرح تحاول تعمله لوحدك. طب بيلدن يعني ايه؟ يعني يبني. بعد كده غيدن يعني يحكي. أطمن يعني يتنفس. غشنن يعني يحسب. تمام، حلو جدا. تعالوا بقى نشوف فعل أربايتن يعني يعمل بيتصرف ازاي. إيش أربايت.
حلو جدا، بحط النهاية ايه. ich arbeite. حلو. du arbeitest. du arbeitest. اللي بيحصل ان انا بحط الاس تي وبحط حرف الاي. انت لو حاولت تقراها من غير حرف الاي هتلاقيها ان هي صعبة شوية في النطق، فعلشان زي ما قلت لك عشان نسهل اللغة، العلماء قرروا، علماء اللغة يعني قرروا ان هم يعملوا القاعدة دي. du arbeitest. sie es arbeitet. sie es arbeitet. يعني هنا لو كنت بتقرا 2 تي مع بعض هتبقى اصعب في النطق. طيب، فعلشان كده موجودة القاعدة دي مع du arbeitest. sie es arbeitet. بعد كده wir arbeiten عادي في المصدر زي الفعل الأصلي. ihr arbeitet نفس الكلام، sie arbeiten. نقرا مرة كمان. ich arbeite. du arbeitest. أنا أعمل، أنت تعمل. ihr arbeitet هو يعمل. sie arbeitet هي تعمل. wir arbeiten نحن نعمل. ihr arbeitet أنتم تعملوا. sie arbeiten هم يعملوا. sie arbeiten حضرتك تشتغل. طيب، وبكده نكون أخدنا القاعدة الصغيرة اللي موجودة في الأفعال الضعيفة. الأفعال الضعيفة في منظومنا هي الأفعال التي لها نهايات ثابتة في التصريف. يعني مثلا أول ما تحط إيش هتحط إيه. دو هتحط اس تي. إيه زي اس هتحط تي. فيا هنخليها اي ان. إيا هتبقى تي. زي هنحط اي ان. ولكن احنا اخدنا برضو ملحوظة للأفعال الصغيرة، هعمل مراجعة عليها دلوقتي. لو انتهى جذر الفعل بالضمائر بالنهايات الآتية دي، فمع الضمائر دي بحط ايه. انا بقى عايزك تاخد فعل غيدا كواجب اهو اخره دي، واتمن وتحاول تصرفه زي ما انا مصرفه فعل اربايتن، ودوا هيكون الهاوس اوف كاب بتاعك. اقدر اقولك دلوقتي تشوس und bis bald واشوفك في فيديو جديد.